يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح السعادة، صباح الرضا، صباحكم معطر بذكر الله، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم يا أجمل مملكة في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني قد الدنيا كلها، بجد بجد وحشتوني. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أحلى اخوات وأحلى صحاب وأحلى نعمة ربنا أنعم عليا بيها. ريماس بتقول لكم شكرا جدا جدا يا خالتاتو كلكم على الكلام الحلو اللي انتوا كتبتولي امبارح أو في الفيديو اللي فات يعني. بجد انتوا ما تعرفوش، انتوا يعني غيرتوا من نفسيتي قد ايه. بصوا يا بنات، يعني عاوزه افهمكم حاجه، ان تعليقاتكم كلها اللي كتبتوها بالنسبه للرماس ابهرتني بجد، يعني بجد ابهرتني. ما كنتش عارفه ان الفيديو هيعجبكم قوي كده، كنت متردده اساسا ان انا انزله لكم، لكن لما نزل ونال اعجابكم كده وريماس بجد قرأت الكومنتات، بقت تقرا الكومنتات كده والتعليقات والحاجات دي كده بقى، وتشوف اللايكات بتزيد ولا لا، وبقى تقول لي ايه يا ماما انا اللي هكبر لك القناه، خلاص بقى يا ماما بصي انت اعملي لي واحده تانية عشان ما تاخديش ايه تعبي على الجاهز. اقول لها يا بنتي انت خلاص يعني للدرجه دي انت خلاص بقيتي يوتيوبر بقى؟ تقول لي ايوه ده المتابعين حابيني اكتر منك يا ماما، وفرحانه جدا جدا جدا. فروحوا ربنا يجبر بخاطركم زي ما انتوا اجبرتوا بخاطرنا، يعني انتوا مش اجبرتوا بخاطر ريماس بس، لا انتوا اجبرتوا بخاطرنا الاتنين. ربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا احلى اخوات وصحاب في الدنيا. النهارده فيديو جديد بقى وروتين جديد، فادخلي برجلك اليمين. الفيديو النهارده هيبقى من المطبخ، ادخلي برجلك اليمين وحطي احلى لايك واحلى اشتراك واحلى تعليق من احلى اخت في الدنيا. هستنى تعليقاتكم، وشكرا للناس اللي اشتركت في القناه جديده وحضوركم دي واشتراككم في قناتي وتشجيعكم لينا لعيلتي الجميله دي، على راسي من فوق. بدأت بقى روتيني في المطبخ، وتعالوا بقى الأول ناخد حسنات كده مع بعض، وما ننساش نصلي على الحبيب عشان قلبنا كلنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب ويأتي بها الفرج. يوم جديد بقى، وادخلي برجلك اليمين وتعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض، علشان النهارده بقى ايه، هنعمل أكلة حلوة يعني ما يختلفش على اتنين. هنعمل سمك، والفيديو النهارده حلو قوي قوي قوي. اول ما دخلت من باب المطبخ كده زي ما شفتم خرجت السمك كان متلج في الفريزر وحطيته في ميه علشان يفك. جبت بصلايه بقى وحطيت الحله كده، وقبل ما احط الحله طبعا زي ما شفتم في الفيديو اللي حصل الاول، كنت جايبه بقى الروتين ايه، الكلام عندي بيدخل في بعض. كنت جايبه التموين، مش عارفه اسمه تومين ولا تموين. انتوا عارفين ان انا ساعات لما بتكلم مع جوزي بندخل في جدال، يعني اقول له التموين يقول لي ما اسموش تومين، بقول له تومين يقول لي ما اسموش تومين، يقول لي تموين، اجي اقول تموين اقول له تومين، فبندخل في جدال مع بعض بقى ايا كان هو اسمه ايه، هو اسمه تموين تموين. كنت جايبه التموين من عند ماما، يعني ما بجيبه من المنطقه يعني اللي عند ماما، بحب اجيبه من بقال هناك كده متعاملين معاه كده. فجبته كان في الشنطه، قلت افضيه الاول وحطيته في الطب في البتاع اللي اسمها ايه ده، رصيته في المطبخ. ركزي يا ريهام ما ينفعش كده، مش عارفه في ايه يا جماعه والله. حطيته في المطبخ، وهنا بقى جبت حله فاضيه وحطيت فيها شويه زيت، وجبت بصلايه بقى وقطعتها، وزي ما انت شفت كده كنت منهاره وانا بقطع البصلايه بقى وانا بقطعها كده بحاول ان انا اكتم انفاسي وانا بقطع، علشان لو شميت ريحه البصل طبعا عينيا هتدمع بقى وهنحاس حوسه بيضه. وضربت شويه طماطم صغننين كده علشان هنعمل رز احمر، اللي هو الرز الصياديه، لكن انا بحب ان انا اعمله بالطماطم. احنا طول عمرنا يا بنات ماما كان معودانا ان احنا نعمله اللي هو الرز بطماطم بقى. شفتوا الرز المحشي اللي هو بالطماطم والخضار والحاجات دي، فاحنا بنعمله نفس التركيبه كده، لكن انا مش هحط له خضار النهارده، هعمله نفس الصياديه لكن بالطماطم. حمرت البصله وحطيت عليها شويه طماطم، وزي ما شفتم كده حطيت بقى الصاجة عشان هشوي سمك. وشوالع السمك ده بحب السمك لما يتشوي يبقى متبل من جوه، ويبقى محشي ايه اللي هو التتبيله بقى اللي هي السلطه دي، علشان تطعمهولي بقى. إيه يا ريهام انت بتشوي سمك في الشقه ازاي؟ بشوي سمك في الشقه ما بيدخنش منك يا ريهام؟ لا ما بيدخنش مني. في كذا طريقه كده انا جربتها. اول طريقه اللي هي كلنا عارفينها، ان انا بشغل الشفاط وانزل الستاره بتاعه المطبخ، فايا كان بقى دخان في المطبخ بيتشفط بره على طول على السلم كده من الشباك بتاع الشفاط، تمام. طب عندي يا ريهام انا بقى بجرب الطريقه دي، بيبهدل الشقه برضو وبيطلع دخان في المطبخ. عايزه تتجنبي ده كله، لو عندك براد بقى اي حاجه، لو كنكه كسرولة شويه ميه كده جنبك وسيبوهم يغلوا كده جنب السمك وهو بتشوي، هيشفط كل ريحه دخان، حتى مش هيخليك ريحه دخان. بجد جربيها، بجد بجد الطريقه حلوه قوي 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 وهتنفعك يعني، كتجربه انا جربتها.
ونفعت بجد بجد. يعني اليوم اللي ببقى فيه عامله سمك كميه وهلاقي بقى هدخن الشقه وكده، بقوم مشغله البوتاجاز جنبي كده على شويه ميه يغلوا، بيظبط لي الدنيا. هنا كان في حله بقى اللي هي فيها الطماطم دي، كنت عربيه الطماطم كان معديه من وكده من الشارع، فجبت كميه وقلت اصلص بقى اللي هي بتيجي مستويه، علشان العربيه بقى متنقلكيش، ما بتبقاش مثلا الطماطم كلها مثلا مستويه كلها جامده للسلطه، لا بتبقى فيها من ده على ده. فانا بطلع بقى اللي هو مستوي في التلاجة اللي بقاله كام يوم عندي، وبحطه على النار كده مع الشوية اللي جايين جداد، واقوم مصلصاهم. فكانت الحلة سخنة يعني، فجبتها جنبي كده بعيد عن البوتاجاز. هنا كنت خلصت السلطة العادية المعتادة، طماطم وفلفل اخضر وكمان خضار، كزبرة بقى على بقدونس بقى على تظبيط السلطة دي. هنا هشيل الحلة بس بعيدة عني كده علشان اوسع الرخامة كمان شوية. حطيت بقى كمون وحطيت شطة وحطيت ملح زي ما شفتوا مع عصرة ليمون. وهنشوف بقى نتبل السمك بتاعنا ازاي. السمك كان بعد ما طلعته من الفريزر غيرت له الميه مرتين تلاتة كده عشان يفك معايا. والصاجه طبعا انا مولعه عليها ده كله، الصاجه لازم تبقى سخنه جدا علشان السمك ما يلزقش منك على الصاج. تمام. هجيب بقى السلطه، انا ما ضفتش على السلطه خيار، واخدين بالكم؟ انا كل اللي قلته لكم ان انا عملت السلطه او انتوا شفتم في الفيديو، حطيت طماطم على خضار على فلفل اخضر بس، ما ضفتش خيار. ليه؟ لان الخيار ما ينفعش طبعا يدخل في السمك. بعد ما خلصت سمك اخدت بقى شويه من السلطه كده عشان ما ازفرش السلطه كلها، وهتبل السمك بيها او هحشي السمك بتاعي بيها. وبعدين هشوي بقى كميه، هشوي 4 سمكات، هما 8 سمكات ده كيلو. هشوي 4 سمكات واسيب 4 سمكات كده احمرهم برضو، يبقى في متحمر وفي مشوي، عشان اللي بيحب كده ياكل واللي بيحب كده ياكل. جبت بقى هنا هجيب شوية الردة دي يعني رهان، عشان في ناس بس ما بتبقاش عارفة يا جماعة والله. الردة دي اللي بيطلع من الدقيق بتاع السمك بعد السمك الدقيق بتاع اللي هو بتاع الخبيز. بعد ما بنحلل الدقيق كده بيطلع اللي هو الفايض بتاعه كده، بتبقى دي اللي اسمها الردة. عملت بجيب السمك بتاعي احطه في الردة كده واغطيه ردة من جميع الاتجاهات. وبعدين الصاجة بتاعتي كانت سخنت جدا 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 لدرجة ان هي احمرت، ودي اهم مرحلة لازم علشان السمك بتاعك ملزقش فيه، لان السمك مش صابح. السمك ده مطلعاه من الفريزر وكمان كان متلج، يعني لازم يتفك كده خالص، يبقى مفكك قدامك حلو كده فريش. وكمان الصاجة بتاعتك تبقى سخنة ينزل عليها يطش كده قدامك، بصوا يعني مش هيلزق منك تماما. فسخنت الصاجة وحطيت السمك كده وقلت له عيش مع نفسك بقى، هنعمل كذا حاجة تانية. هنا بقى هجيب الرز بتاعي بعد ما غسلته. فانا كنت طافيه اساسا على الصلصه بتاعتي، علشان ان هي خلاص احمرت، البصله احمرت والصلصه اتسبكت، فطفيت عليها على بال ما اجهز كذا حاجه تانية. ولعت بقى على الصلصه كده وزودتها كوبايه ميه، نفس مقدار الميه نفس مقدار الرز. هنا بديكم بوسه يا جماعه، والله فرحانه بيكم جدا، يعني مش قادره اقول لكم فرحتي بيكم من الفيديو اللي فات قد ايه. يعني تعليقاتكم كده ودعواتكم لريماس وجبران خاطرنا كده، يعني مش سهل بجد بالدنيا. حطيت بقى الميه، نفس مقدار الرز نفس مقدار الميه زي ما قلت لكم. وبعمل دلوقتي؟ بحط فلفل اسمر وكمون وملح، مش اي رز بحط له التوابل دي على فكره، لا في رز كده معين، الرز الاحمر ده اللي انا بقول لكم رز احمر ده كده تمام التمام مظبوط. بصوا الميه قد ايه، اللي هي المية قد مقدار الرز بالظبط. يعني كلنا عارفين ده الرز المصري، لكن لو بسمتي ولا اي حاجة من دي بنزود مقدار المية شوية. هنا بقى كان في السمك، رحت بقى الناحية التانية، يعني رحت الناحية التانية علشان اشوف السمك استوي ولا لا. لقيت 2 احمروا من كده، فقلبتهم على وشهم التاني وسبته بقى الباقي يعني كان لسه محتاج شوية. هنا عملت جبت ال4 سمكات اللي كانوا فاضلين من الكيلو السمك، وجبت بقى السكينة كده فتحت الظهر، ودي دقة اللي هي بقى كمون على ليمون على شطة على ملح على تاني على توم، كل ده على بعضه كده تتبيلة حلوة كده تتبلي بيها السمك بيبقى روعة. تبلت بقى ظهر السمكية كده، فتحتها كده كل سمكية بلاقيها الظهر بتاعها مش مفتوح، بقوم فاتحاه. المفروض ان السمك ده كنت جايباه ب60 جنيه، وحاسه ان انا اتغلبت فيه او السمك غلي. انا كنت جايباه اخر مره الكيلو ب70، لكن اللي هو الحجم الكبير عن ده كان ال6 سمكات في الكيلو. جبت المرة دي ب60، الكيلو ب60، اللي هو ال8 سمكات في الكيلو. حاسة ان انا مغلوبة فيه قوي 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 يعني، وانا شغالة كده اقول كان زماني قلت لها، لو قلت لها ب50 كانت وافقت، يعني لو قلت لها ب45 كانت وافقت. ده المفروض ان انا كنت جبته ب40، المفروض ان انا كنت جبته ب50.
فالتشتت ده بقى كان عندي طول ما انا بعمل الاكل. قلت مش مشكله، يعني قدر الله ما شاء فعل، وهو يعني ايه، رزقها بمعنى اصح، هي خدته خلاص، فايا كان بقى مضحوك عليا مش مضحوك عليا خلاص. تبلت السمك وحطيته في الدقيق. انا بعمل دقيق بس، من غير لا نشا ومن غير اي حاجه. بسمع حكاوي واقاويل كتير جدا ان نحط السمك معلقتين نشا مش عارفه ايه عشان السمك يقرمش معاكي او عشان السمك ينشف معاكي. فانا بعملش كده، انا بحط دقيق وخلاص وبيطلع مقرمش تحفه جدا. هو بيرجع بس للتحمير بتاعك مش اكتر. هنا رجعت بقى للبوتاجاز، شفت الرز بتاعي قلبته وغطيته تاني. وهنا بقى كان السمك اتحمر اهو، شايفين من ناحيتين يعني من جميع الاتجاهات. دلوقتي هعمله بقى ايه المية اللي بنسقسق فيها، او بنحطه يعني بنرقده فيها، هي اسمها ايه ايا كان يعني المية. المية دي محطوط فيها نفس الدقة اللي انا حطاها في قلب السمك، اللي هي بيبقى فيها توم وليمون وكمان كمون وشطة وملح، كل ده في شوية مية كده. اهم حاجة التوم بتاعك، وتظبطي الدنيا كده، وهسيبه بقى ايه مترقد كده في المية. على بال ما اخلص بقى السمك التاني 10 دقايق كده، على بال ما اخلص الاكل هيكون شرب من ميته كده واتبهر كده وبقى طعمه حلو. وهنا بقى ولعت العين دي، اللي هي العين دي بتبقى هادية شوية عندي، فوطيتها وقمت حاطة عليها الرز نقلها عليها يعني. وهنا بقى السمك اللي هيتحمر حطيت طاسة، والطاسة دي تيفال، مش هي مش سمرة كده او محروقة، لا هي لونها كده في الطبيعي. عشان بس تبقوا عارفين. بصوا السمكية السنتوفة دي، السمكية دي مودي كان بيصطاد وجابها لي، والا بقى ايه تشوي لي شوية سمك دول يا ابني، اشوي فيها ايه دي، اشويها يا ماما، فشويتها له. المهم الطاسه دي تيفال، هي لونها كده اسود كده يعني مش محروقه يا جماعه، والله انا ما بحبش بنكسف اطلع بالطاسات المحروقه، مش عارفه ليه. علشان بس بشوف تعليقات ايه الطاسه دي اللي انت شغاله بيها دي لناس، والله ما جاليش تعليقات زي دي، لكن بشوف قنوات كتير بيجي لها تعليقات سخيفه زي دي. فاحنا كلنا عندنا الطاسات المحروقه. فلما باجي اعمل في اي طاسه بحس ان انا متوترة كده وانا شغالة بيها في الفيديو، حاسة ان انا مكسوفة كده مش عارفة ليه. فدي هي كده كده سمرة يعني هي لونها تيفال وسمرة كده. المهم حمرت السمك بتاعي، وما بشيلش السمك او اقلبه على الناحية التانية لحد لما اتأكد ان هو اللون ايه، اخد اللون بتاعي. السمك بقى لو قلبتيه كده وهو لسه محمرش، فبيدهن معاكي كده وما بيقرمش، وبيطلع بقى ايه مش ناشف قدامك كده بالشكل التحفة اللي انت شايفينه ده. كده كنت كملت السلطة بقى وحطيت عليها الخيار، وده كان شكلها النهائي، وده كان شكل السمك بقى المتحمر، وده كان شكل السمك المشوي. وكده كنت خلاص خلصت الاكل كله. ودلوقتي هتشوفوا الرز، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من حاجة ولا بسيطة، ويا رب تكوني حطيتي لي احلى لايك من احلى اخت في الدنيا، وتعليقك كمان اللي هستناه. لو الفيديو عجبكم متبخلوش عليا باحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. استنوني في فيديو جديد وروتين جديد، ايا كان بقى روتين وصفة اي حاجة. دمتم في رعاية الله.